تقول له بعد إذنك خد الفلوس اللي معايا، وبعد يومين ولا 3 هاجي أديك الفلوس. الراجل بص لها كده وهو زعلان. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي الحكيم. بس قبل أي شيء صلي بينا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واكتب في التعليقات تحت عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت هتكسب وأنا هكسب. حكايتنا النهاردة حكاية جميلة أوي. بيقول لك في ست جوزها توفى وساب لها عيل صغير، كانت حالته من المادية على قده. فراحت السوق تشتري شوية طلبات ومعاها مبلغ صغير. بعد ما اشترت الطلبات لقيت المبلغ اللي هو معاها أقل من الطلبات دي. فراحت لصاحب المحل بتطلب بيه، تقول له بعد إذنك خد الفلوس اللي معايا، وبعد يومين ولا 3 هاجي أديك الفلوس. الراجل بص لها كده وهو زعلان. هتسيبي الطلبات بتاعتك تكلع على الله، يا إما تدفعي فلوسها وتاخديها. الست يا حول الله صعب على نفسها كده وبدأت تعيط ومش عارف ايه. فجه واحد واقف شايف الموقف من ورا، جه بص قال له كل طلبات الست دي على حسابي. فالطفل الصغير بيقول له هو انت بتعمل معانا كده ليه؟ قال له وانا صغير كنت واقف نفس وقفتي دي، ساعتها جه راجل غريب ساعد امي وانا بسد الدين اللي على قلبها. العبره من القصه دي ياما معروف صغير في وقت صعب بيعيش في قلوب الناس اطول من اي فلوس. الرحمه بتسند الناس وبتفضل في ذكرى ما تتنسيش. ربنا جعل في قلوبنا رحمه عشان نخاف على بعضنا ونرحم بعضنا. يا رب تكون احنا وانتم من ضمن الناس دي.